بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أحلى متابعين وأحلى أخوات في الدنيا، يا رب تكونوا في خير دايما وتكونوا دايما في أحسن حال، اللهم آمين. يوم جديد وفيديو جديد من قناتكم، قناة الحياة أحلى مع سمسم. فيديو النهاردة بقى بتاعنا من قدام الفراخ الساسو. الفراخ الساسو دي النهاردة إن شاء الله نهاية دورتها، وأنا خلاص كده نويت إن أنا أذبحها. عايزة أقول لكم النهارده إن هم عمرهم 49 يوم بالضبط، يعني خلّينا نقول مثلًا 50 يوم. وعلى فكرة أنا باحسب الأيام من تاني يوم أنا جِبتهم فيه، يعني أول يوم ده باعتبره مش محسوب، فبابتدي أحسب عمرهم من تاني يوم أنا جِبتهم فيه، فهُم بالضبط، بالضبط 49 يوم. فالنهارده بقى نهاية دورتهم وأنا هاذبحهم، هاوزنهم لكم كمان وهاقول لكم أنا عملت معاهم إيه طول الدورة. شايفين الأحجام ما شاء الله. أنا يعني عايزة أقول لكم إن أنا فعلًا، فعلًا أنا اتصدمت بجد لمّا وزنتهم، ما شاء الله وزنهم حلو جدًا. هاوزنهم كمان معاكم وقدّامكم، وهاقول لكم عملت معاهم إيه، وهاقول لكم ميزانهم المفروض في 50 يوم يكون إيه. تابعوا معايا، فيديو النهارده فيه معلومات كتيرة أوي هتفيدكم، للناس اللي بتربي الفراخ الساسو، والناس اللي خايفة تجيب الفراخ الساسو لأ ما تخافوش. والله الفراخ الساسو يا جماعة جميلة جدًا، جدًا، وهو ممكن يعني نعتبرها إن هي بديل للفراخ البيضا، للناس اللي هي مستغلية. طبعًا أنتم عارفين دلوقتي سعر الكتكوت غِلي إزاي، الكتكوت دلوقتي الأبيض ب55 جنيه، فالناس ممكن تجيب وكتكوت الساسو ب20 جنيه، فممكن نجيب وممكن على 50 يوم أهو هنذبح، ما إحنا الأبيض ساعات بنسيبها ل45 يوم، فما فرقتش كام يوم زيادة وهتاخدوا أوزان يمكن كمان أعلى من الأبيض. والله أوزانهم حلوة جدًا، طعمهم كمان بيبقى جميل أوي، أوي طبعًا للي داق الساسو عارف إن هو قريب شوية من البلدي، يعني أحلى من طعم الأبيض. طبعًا الأوزان بتاعتنا اللي بتيجي دي يا جماعة، بتيجي طبعًا أول حاجة بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ثم بفضل الخلطات اللي إحنا بنحطها لهم، وكمان أهم حاجة إن كتكوت يكون كويس، يكون فرز أول، يكون كتكوت ساس وشِفر، بلاش نجيب الكتاكيت اللي هي فرز تاني، لإنها مش هتكبر وهتاخد وقت طويل، مش هتدّيكِ برضه الوزن اللي هو يكون كبير كده ويفرّحِك. أنا عايزة أقول لكم إن الفراخ دي أنا ما كنتش وازناها قبل كده يعني، يعني طول الدورة ما وزنتهاش، وبعدين أنا بابُص لقيتها ما شاء الله، حسّيت إن هي حجمها كده كبير وباشيلها في إيدي، لأ ما شاء الله، حاسة إن هي وزنها حلو أوي كده بالعين كده المجردة. فوزنت، ولمّا وزنت وقُلت خلاص بقى كده الميزان ونهاية الدورة، حبيت بقى إن أنا أصوّر لكم عشان إيه تشاركوني بقى الميزان، أقول لكم كمان أنا أشارككم المعلومات، أو أقول لكم إيه بالضبط اللي أنا عملتها معاهم طول الدورة. وكمان عايزة أقول لكم إن أهم حاجة برضه إن العلف يكون كويس، مش الكتكوت بس يكون كويس، العلف كمان يكون كويس. بس خلّينا قبل ما ندخل على الفيديو بتاعنا، وقبل ما أدّيكم خلاصة الدورة وتعرفوا أنا عملت معاهم إيه من عُمر يوم لحد ما وصلوا للأوزان اللي أنتم هتشوفوها كده النهارده، والأحجام اللي أنتم شايفينها دي اللهم بارك كده قدّامكم، عايزاكم بس الأول نصلّي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وأتمنى كمان إن أنتم تشيّروا الفيديو عشان في ناس كتيرة تشوفه وتستفيد معانا بالمعلومات اللي هنقولها في الفيديو النهارده. وما تبخلوش بقى علينا بلايكات كتيرة كده يا جماعة عشان الفيديو يترفع وتشجعوني إن أنا دايمًا أقدّم لكم وأنزّل لكم كده فيديوهات تانية. وطبعًا لو أنتم بتنوّرونا في القناة لأول مرّة فده شيء يشرّفني طبعًا ويفرّحني، فيالّا انزلوا كده على الزرار اللي تحت ودوسوا على اشتراك وتفعلوا زر الجرس للكل عشان يوصلكم إشعار بكل الفيديوهات الجديدة. يالّا بقى كده نقول بسم الله، وخلّينا ندخل على خلاصة الفيديو بتاعنا النهارده. تعالوا بقى بينا الأول كده على الميزان عشان عايزة أورّيكم كده الموازين بتاعنا. فأنا هاخد فرخة من أو ديك، لإن هُم معظمهم أساسًا على فكرة طلعوا معايا ديوك. وعايزة أقول لكم كمان إن الديوك بتجيب وزن اللهم بارك، يعني لو تقدروا تجيبوا فرز ديوك يبقى حلو أوي، لإن الديوك ما شاء الله بتجيب وزن في وقت قليل أوي، بتجيب وزن عالي. فخلّينا كده ندخل على الميزان وهاجيب كده الديك بتاعنا ونشوف كده وزنه قد إيه. بُصّوا يا جماعة، هو أنا خدت ديك أهو وعشوائي، يعني ما خدتش يعني حاجة تكون وزنها مثلًا أتقل والّا حاجة، لأ، أنا كُلّه عندي ما شاء الله في كمان أعلى من كده. ده 2 كيلو و800 جرام، والديك ده 2 كيلو و800 جرام، يعني 3 كيلو إلا 200 جرام على عُمر 49 يوم، يعني ما شاء الله اللهم بارك. بُصّوا شايفين، أنتم شايفين هو حجمه باين عليه كمان يعني. كُلّهم عندي كده نفس الحجم، وفي كمان أكبر كمان ب100 جرام. يعني بُصّوا، هي تقريبًا الأوزان كلّها عشان طبعًا أنا ما كنتش يعني هاوزن الكل، لكن هي تقريبًا الأوزان عندي بتتراوح ما بين 2 كيلو 600 ل2 كيلو 800، 2 كيلو 900، هي دي كانت الأوزان اللي عندي على عُمر 49 يوم. فما شاء الله طبعًا خلاص نهاية الدورة، لإن أنا أصلًا ما كنتش باحب الفراخ آكلها كبيرة، ولا عندي الولاد في البيت بيحبوا الفراخ كبيرة، بس هي قدّر الله ما شاء فعل، طبعًا هم الحمد لله اللهم بارك يعني فضل من عند ربنا. إن هُم كبروا، وأنا ما كنتش متابعة بصراحة موضوع الأوزان ده طول الدورة، وما تخيّلتش إن هُم هيجيبوا الوزن ده بصراحة في العمر ده. فيعني الحمد لله رب العالمين، بفضل ربنا طبعًا سبحانه وتعالى.
فخلّيني بقى أقول لكم أنا عملت معاهم إيه طول الدورة علشان يعني طبعًا هو أكيد في البداية إن لازم يكون الكتكوت كويس، يعني لازم يكون الكتكوت نَفْسه فرزة كويسة، علشان برضه مهما نعمل من خلطات لو الكتكوت نَفْسه مش فرزة كويسة، عمره برضه ما هيوصل معانا للكلام ده. تمام، فعايزة أقول لكم بقى إن أنا من عُمر يوم خلّيني أدّيكم كده الخلاصة من عُمر يوم لحد عُمر الذبح، عُمر يوم أنا استقبلتهم عادي على محلول معالجة الجفاف، طبعًا كُلّنا يعني عارفين استقبال الطيور، بس الناس اللي هي لسه مبتدئة أو الناس اللي لسه هي أول مرّة تربّي وبتتفرّج على الفيديو بتاعنا، فلازم برضه يا جماعة معلش كده نفيدها، أمّال إحنا بنعمل الفيديو ليه؟ عشان الناس كُلّها تستفاد. ف أول حاجة أول يوم هنستقبله على محلول معالجة الجفاف، لو ما فيش محلول كيس معالجة الجفاف من أي صيدلية بشرية، هنستقبله على معلقة عسل أسود في المَيّة، أنا مش بافضّل السُكّر ولا العسل الأبيض، لإني قريت كتير جدًا إنها غير مفيدة تمامًا، والكلام ده بكلام دكاترة يعني مش أنا اللي باقوله. يبقى بنستقبل على محلول معالجة الجفاف أو معلقة عسل أسود على لتر المَيّة، وبنسيبه قدّامهم مثلًا حوالي 6 ساعات. وبالنسبة للعلف، فأنا باستخدم علف بادي تركيز 23%، والعلف يا جماعة لازم يكون علف كويس من شركة كويسة، علف ما يكونش متخزّن تخزين مش تمام عند التاجر، أو يعني يكون بقى له شهور معمول، لازم نشوف برضه لو أنتم هتجيبوا بقى بالشكارة، بيبقى في مكتوب عليها تاريخ الإنتاج، فلازم نعرف تاريخ الإنتاج يكون قد إيه، يعني بالكتير يكون معمول بقى له شهر وإحنا في تاني شهر، تمام؟ أنا باستخدم العلف البادي لحد عُمر 25 يوم. أو لمّا أوزن كده والاقي إن كل فرخة عدّى النُص كيلو 500 جرام يعني، ساعتها بابتدي أغيّر العلف، ولمّا باجي أغيّر العلف لازم باحط خَل في المَيّة. علشان حتّة اللي هي السموم اللي بتحصل لهم دي، لازم نحُط خَل في المَيّة، فأنا باحُط خَل في المَيّة، وكمان تقريبًا أنا كل أسبوع من بعد عُمر مثلًا 10 أيام بابتدي أحُط لهم كده شوية خَل في المَيّة حوالي 10 سنتي، خَل البيت اللي إحنا بناكله وبنستخدمه العادي ده، على لتر المَيّة تقريبًا كده كل أسبوع. وكنت بقى باعمل لهم كمان خلطات، زي مثلًا خلطة البصل والثوم والليمون، باجيب بصل وثوم وليمون وباضربهم مع بعض في الكبة وباحُط عليهم معلقتين خَل، وكمان كنت باستخدم لهم كمان الكركم، لإن الكركم ممتاز، ممتاز، ممتاز. الكركم كنت باحطه أحيانًا كنت باحطه على خلطة البصل، وخلطة البصل دي طبعًا بنقلّبها على العلف كويس علشان ياكلوها كلّها، وكمان كنت باحط الكركم على العلف بس كده لوحده، يعني معلقة كركم كبيرة على كيلو العلف، وكمان كنت باحط حبة البركة نفس الحكاية برضه معلقة كبيرة، وكمان كنت باحط السمسم لإن السمسم مليان كالسيوم. وعايزة أقول لكم إن كل حاجة حبّة البركة دي فيها مناعة ما شاء الله كبيرة جدًا، الكركم ده صيدلية لوحده واتكلّمت عليه قبل كده في فيديو قبل كده، وإن شاء الله بإذن الله لمّا أجيب بقى دورة جديدة بإذن الله، بإذن الله هامشي لكم بقى من أول يوم، خلّيكم معايا وأقول لكم بقى بالتفصيل، بالتفصيل أنا عملت معاهم إيه في كل يوم. يبقى كده خلّيني أقول لكم تاني إن أنا حطيت الكركم، باحط حبّة البركة، باحط سمسم، كل ده على العلف، وممكن كمان أحطّهم على خلطة البصل اللي أنا باقول لكم عليها دي، لمّا باعمل خلطة البصل باروح برضه حاطّة عليها تاني كركم ونحط عليها حبّة البركة وأقلّب كلّه مع بعضه، كمان كنت باستخدم العسل الأسود، كنت باحطّه في المَيّة لإنه مليان فيتامينات وأملاح معدنية، وكمان فاتح للشهية، فكنت باحطّه على المَيّة، أو كنت باقلّبه على العلف. كمان إيه تاني عايزة أقول لكم عليه؟ الحلبة يا جماعة، الحلبة ممتازة، ممتازة، كنت باغلي الحلبة وباحط منها شوية على المَيّة، وكمان عشان إحنا في الشتا وعشان أطهّر والأمراض والحاجات اللي زي كده، فكنت باحط لهم شطة اللي هي الشطة الحمرا بتاعتنا دي، كنت باحط حوالي نُص معلقة على كيلو العلف، وباقلّبها لهم. الشطة بتدفّي جسم الطائر وكمان بتفتح الشهية عشان إحنا طبعًا في الشتا، فأنا كنت باحط لهم الشطة دي. بالنسبة بقى للإضاءة والتدفئة والكلام ده، أنا استخدمت لهم اللمبة الصفرا لحد أول شهر، بعد كده من الشهر التاني فأنا شِلت اللمبة الصفرا حطيت لمبة بيضا، بس برضه المكان عندي كان دافي، يعني مش هوا بقى وسايباهم في مكان فيه برد أو فاتحة شباك بحري أو كده لأ، كنت باقفّل عليهم، وطبعًا لازم يكون برضه في تهوية مناسبة، وفي نفس الوقت ما يبقاش في تيار هوا داخل. تمام كده، فزي ما أنتم شايفين كده في الفيديو هي لمبة بيضا، هي دي اللي أنا كنت باعملهم، والحمد لله وما كانش في أي إسهالات معايا خالص، بس عايزة أقول لكم إن أنا كنت باستخدم برضه الشيح ده نستخدمه مرتين في الأسبوع، بنغليه كوقاية.
تمام، مرّتين بس في الأسبوع كوقاية، مش أكتر من كده، يعني ما كنتش باستخدمه أكتر من كده. والشطة برضه كنت باستخدمها زي ما قُلت لكم كده عشان تدفّيهم وتفتح الشهية، وفي نفس الوقت أنا باقول برضه علشان لو في أي حاجة في معدتهم أو كده، يعني بنخلص منها. بس الحمد لله رب العالمين هم ما كانش عندهم أي إسهال وما كانش في أي حاجة خالص، فالحمد لله يعني الدورة عدّت معايا على خير جدًا، جدًا. عايزة أقول لكم بقى لو في أي إسهالات أو حاجة، فأنا في العادي يعني إن أنا باغلي شاي تقيل وباعصر عليه ليمون وباحطه قدّامهم، أو حكاية الشيح لو في إسهال أحمر، الشيح للإسهال الأحمر ممتاز جدًا. كمان باحط لهم فيلاجيل أو باحط لهم كباكت بشري أو أنتينال بشري، أي دوا للأطفال بتاع إسهال كنت باحطه لهم في المَيّة. لكن الحمد لله رب العالمين هي الدورة دي عدّت معايا على خير والحمد لله هم يعني برضه بفضل ربنا سبحانه وتعالى اسمه فضل الخلطات، يعني كل أسبوع كده أحط لهم حاجة في المَيّة، أحط لهم حاجة على العلف، هتلاقيهم كده ما شاء الله بياكلوا بيستفادوا بأقصى درجة ممكنة هم كلوها بيستفادوا من العلف، وهو ده أساسًا الغرض اللي إحنا عايزينه، إن هم مش إن إحنا نزوّد أكلهم فيزوّدوا زيادة العلف، لأ، إحنا عايزينهم إن هم كل أكل بياكلوه يستفادوه ويطلع عليهم في الأوزان، فاهمين أنا باقول إيه؟ فهو ده اللي أنا كنت باعمله لهم يعني الحمد لله، يعني كلّها خلطات طبيعية وكلّها أعشاب طبيعية، وما تنسوش زي ما قُلت لكم كده إن الكتكوت يكون فرز أول، لإن زي ما قُلت لكم مهما نعمل من خلطات برضه هيتأخّر في الوزن شوية لو هو مش فرزة أولى. والعلف كمان يا جماعة يكون شركة كويسة، يعني مش مهم العلف اللي أنا باستخدمه يكون نوعه إيه، المهم إن هو يكون شركة كويسة، لإن ممكن النوع اللي أنا باستخدمه عندي ما تلاقيهوش أنتم عندِك في المكان اللي أنتِ موجودة فيه، لإن هي مش منتشر، يعني مش كل الأنواع موجودة في كل الأماكن. خلاص، ده كده تقريبًا كانت خلاصة الدورة، أنا بس حبيت إن أنا أفيدكم بكل حاجة على قد ما افتكرت يعني، إن شاء الله بإذن الله خلّيكم تابعوني في دورة جديدة بإذن الله هتنزل، بس هتبقى كتاكيت بيضا بإذن الله عشان قبل رمضان، هي يا دوبك الشهر أنا باذبح الكتاكيت البيضا برضه ما شاء الله بتعدّي أوزانها 2 كيلو في شهر. فخلّيكم برضه تابعوني بقى من عمر يوم علشان تمشوا معايا يوم بيوم إن شاء الله في الدورة الجديدة. يالّا بقى هاتوا كده وتشجّعوا وما تقلقوش، والناس اللي خايفة من الفراخ الساسو ما تخافوش والله يا جماعة من تربية الفراخ الساسو جميلة وحلوة ومناعتها أقوى بكتير من الفراخ البيضا، وما تقلقوش يعني زي الفل. الناس اللي سألتني بقى على البطارية أو المكان اللي هُم بيتربوا فيه، أنا هاعمل لكم فيه review لإن ناس كتيرة كانت طلبت منّي إن أنا أعمل لهم review عن البطارية دي، وأقول لكم مميزاتها ولو فيها أي عيوب، فما تقلقوش هاصورها لكم وهاقول لكم كمان ممكن تجيبوها منين، وهادّيكم كل خلاصتها يعني بإذن الله قريب، استنوني إن شاء الله في الفيديوهات الجاية لو وصلتوا معايا لحد هنا وعجبكم الفيديو أو استفدتوا ولو بمعلومة ولو صغيّرة أوي، أو حتى تكونوا انبسطتوا من شكل الفراخ وأنتم بتتفرّجوا عليها، فأتمنى كده إن أنتم ما تبخلوش عليّا بلايك وشير للفيديو، اشتراك في القناة لو أنتم بتشاركوني لأول مرّة، وتفعيل زر الجرس للكل عشان يوصلكم إشعار بكل جديد. بجد يا جماعة اللي مش مشترك عندي فايته كتير. يالّا كمان عايزة أقول لكم ادخلوا بقى على الفيديوهات القديمة، يعني هي مش قديمة أوي يعني أقصد الفيديوهات اللي قبل الفيديو ده، علشان تشوفوا بقى الخلطات وتشوفوا كده هتلاقوا فيها يعني معلومات إن شاء الله هتفيدكم. أشوفكم على خير إن شاء الله يا حبايبي في الفيديو الجديد اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.